السلام عليكم واهلا بيكم. برحب بحضراتكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله الفيديو مختلف تماما بره المطبخ خالص. هنغسل السجاد مع بعض بخلطه حلوه جدا هترجع سجادك جديد، وطبعا من غير مجهود. نتيجه حلوه قوي ان شاء الله تعجبك. يلا بينا نشوف الخلطه مع بعض. عايزه اقولك لو انت بتشوفيني لاول مره اضغطي على زر اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى باللايك. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. عندي بقى هنا السجاده انا حطاها في الارض وحاطه عليها ميه، لازم تتنقع في الميه شويه. خلاص هبتدي بقى هنا اشوف اجيب الخلطه بتاعتي. هجيب هنا جردل قديم او اي حاجه عندك مش بتستخدميها يعني. عندي هنا هحط كوبايتين من برسيل شامبو السجاد. هحط كوبايتين من شامبو السجاد وهنزل عليه بكوبايتين من البرسيل الجل. بتجيبي طبعا الحاجات دي من عند يعني محل المنظفات. وهنزل كمان بكوبايتين من الاريال بقى، اي مسحوق انت بتستخدميه، اريال برسيل المتوفر عندك. وهنزل هنا ب100 جرام من ملح الليمون. ملح الليمون بقى هو هنا اللي بيخلي لون السجادة كده مزهزه وحلو، تحسي كده ان انت لسه جايباها جديد. وهنزل كمان بتلت كوباية من الكربوناتو او البيكنج صودا. شايفين بدأت بقى الخلطة تتفاعل مع بعض اهو. هقلب بقى باي حاجة قديمة عندك انا عندي المعلقة دي مكسورة ما بستخدمهاش. وكمان هنزل هنا بنص ازازة الخل عشان كل المكونات اللي انا حطيتها مع بعض دي تتفاعل. نص الازازة خل عادي بتاع المطبخ. وهنزل بقى بشفشق كده كبير من المية السخنة، مية سخنة جدا انا جايباها من السخان. شايفين الخلطة كلها تفاعلت مع بعض اهو. هجيب بقى هنا من الخلطة كده وهحط على السجاد. طبعا زي ما قلت لكم انا كنت حاطه عليه مية. هحط كده بقى من الخلطة، طبعا ما تحطيش كتير، انا عندي الكمية اللي انا عملتها دي غسلت بيها السجاد كله. شايفين يعني بص، يعني انا ما بعملش مجهود وانا بغسل بالفرشة، لان يعني ما شاء الله الخلطة حلوة قوي. شايفين الفرق بين يعني اول ما يعني بالفرشة كده ايه، ما فيش صراحة مجهود. انا ما تعبتش المرة دي خالص في غسيل السجاد اهو. هجيب بقى الفرشة المتوفر عندك بقى، الصغيرة دي او اللي بايد دي. صراحة الاتنين كويسين، بس يعني اللي بايد دي ما بتتعبش، حلوة قوي يعني، ما بتتعبش الظهر، بتغسلي وانتي واقفة. خلاص هبتدي بقى كده ايه بالفرشة. شايفين النتيجة، شايفين السجاد ما شاء الله. انا طبعا تانية السجادة كده نصين لان بغسلها في المطبخ، فتانياها نصين كده ولما اخلص غسيل النص ده هبتدي بقى الفها واغسل النص التاني. شايفين هبتدي بقى ايه اشطف السجادة. مفيش، يا دوب هي ما خدتش صراحة ربع ساعة غسيل. شايفين هبتدي بقى املى الجردل كده واشطف بالمية. شايفين النتيجة حلوة قوي، حلوة قوي صراحة. هسحب بقى المية بالمساحة. شايفين الفرق؟ ولا بقى تتعبي نفسك ولا صراحة، يعني الفرشة دي ما تعبتنيش انا، بس الفرشة الصغيرة بستخدمها لو في بقعة كده في السجادة صعبة يعني مش عايزة تطلع، فبضطر ان انا استخدم الفرشة الصغيرة. هبتدي بقى اتني السجادة كده واشطف الظهر كمان. شايفين المية نازلة نضيفة وزي الفل اهو. عايزة اهم حاجة اقولك شطف السجادة، يعني انت ممكن تغسلي السجادة كويس جدا وتتعبي فيها
بس لما تيجي بقى تشطفيها الصراحة يعني لازم تشطفي السجادة لحد ما المية تبقى نازلة بيضة وزي الفل. هوريكي دلوقتي شكل المية. شايفين المية نازلة بيضة اهي ونضيفة، ده دليل ان انت شطفتي السجادة كويس، فهتلاقيها زي الفل لما تنشف. وعندي بقى دي السجادة التانية اهو. هبتدي برضو احط مية كده ومن الخلطة اللي احنا عملناها، وهبتدي اغسل كده. دي السجادة عندي صراحة اللي كانت متبهدلة يعني، لان دي اللي عند الركنة، فدي صراحة اللي كانت متبهدلة في السجاد. شايفين حلوة قوي صراحة يعني، النتيجة عجبتني اهو. عايزة اوريكم الفرق، شايفين الفرق بين هنا ومن هنا واضح. دي بقى بقول لكم الحته يعني السجاده المتبهدله عندي، عايزه اوريكم البقعه اللي في السجاده عامله ازاي. شايفين بصراحه اولادي مبهدلينها يعني. زي ما قلت لكم الحته اللي بتبقى يعني حاسه كده ان هي مليانه بقع كده، فبضطر ان انا اغسلها بالفرشه الصغيره عشان بحس ان انا متحكمه فيها كويس. خلاص بقت زي الفل اهي. ده النص التاني. هبتدي بقى كده اشطف السجاده زي ما انتم شايفين. زي ما قلتلك شطفي السجاده كويس جدا هتبقى زي الفل. هحطها كمان تتصفى اهو جنب التانية. وادي السجاده التالتة. زي ما قلت لكم الكميه دي غسلت لي 3 سجاجيد كبار. طبعا لسه ما غسلتش السجاد الصغير بقى المشيات كده بتاعه الاوض التانية، فما حبيتش ان انا اجهد نفسي برضو، فقلت يوم تاني كده اغسلهم، لان صراحه دول اللي بيتعبوني. السجاد الكبير شايفين ما شاء الله رجعت منوره وحلوه كانك والله لسه جايباها جديده. وخلاص انا نشرت السجاد بتاعي على السطح اهو. عايزه اوريكم بقى شكله بعد ما اتصفى من الميه. شايفين الحتت اللي لونها فاتح دي؟ بصوا صراحة النتيجة ممتازة ممتازة. بصوا ولسه كمان لما ينشف بقى لونه بيزهزه. وعايزة اوريكم كمان الحتة اللي كانت مش نضيفة خالص في السجاد.